السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. الناس واش المشاهدات. إذن تحية عالية من داخل إطارنا العتيد والصامت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد. من طبيعة الحال أن هذا البث المباشر جاء نتيجة لواحد المجموعة من المغالطات وواحد المجموعة من المسائل اللي تنشرات، ولكن آن الأوان أن نوضحها وبكل شفافية وبكل مصداقية. أولا، يجب أن نثق في المنسقين اللي أسسوها التنسيقية النهار الأول، وأن الهدف ديالهم كان هو الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية وإسقاط التعاقد وإرجاع المطرودين. لذلك نقول أنه لا بد من توضيح واحد المجموعة من الأمور. إذا كانت الثقة لا داعي للتخوين ديال أي واحد. كل الإشاعات التي راجت من أجل تدمير هذه التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد غنبينوها الآن. أولا، نحن ناضلنا وقلنا أننا غادي نبقاو في الشارع حتى يجي الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية. هذا الشيء كيتفق عليه الجميع، ما يمكنش نختلفوا فيه، وما يمكنش أننا نناضلوا على شي حاجة أخرى، وحتى شي مساومة ما غادي تكون في هذا المجال هذا. لذلك اللجنة ديال الحوار اللي مشات حاورات الوزارة، هذيك لجنة الشرفاء والمناضلين، والله العظيم أقسم بالله العلي العظيم إلى لجنة تضم خيرة الشرفاء. أنا وقفت على الأمر الراسي البارح بالليل، ومجموعة من الاتصالات الهاتفية، وحتى الناس اللي كانوا مدخلين في الحوار، حتى الوساطة اللي دخلت في الحوار. لذلك غادي نقول لكم الحقائق كما هي. بالنسبة للحوار كانت فيه جولات. الجولة الأولى اللي فرضوا هاد الناس ديال الحوار أنه يكون فيها الكاتب العام ديال وزارة التربية الوطنية اللي هو بالقاسمي، عوض المدير ديال الموارد البشرية اللي هو تيجي. علاش الكاتب العام؟ لأن هذا منصب إداري، والوزير كيتبدل، لكن الكاتب العام ما كيتبدلش. بالقاسمي راه كان من عهد الوفاء وباقي. لذلك كنقولوا أن هذا الاجتماع اللي كان مع وزارة التربية الوطنية، نحن ناضلنا من أجل باش يجي الحوار، وباش أن التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بعد ما كان يصرح بأنه لا نقبل الحوار مع التنسيقية، جاء هذا الحوار فعلا. إذن مني جاء هذا الحوار أشنو جا فيه؟ جا فيه أنها غادي تكون جولات من الحوار. الجولة الأولى اللي كانت على إرجاع المطرودين اللي هو حسين بوقمان والأستاذ ديال بولمان، ثم التأهيل المهني، نأخروا التأهيل المهني، ثم المسألة الثالثة تكلموا على مسألة يعني أنهما غادي يحبسوا جميع ديك الإجراءات اللي كانت متخذة في حق واحد المجموعة من الأساتذة، ومن ضمنهم المفوضين القضائيين اللي جابوا قرارات العزل الأساتذة اللي في بوجدور. لذلك كان هذا هو الأساس، على أساس أن سقف المطالب التي لا يمكن أن نتنازل عنها وحتى واحد ما يتكلم معنا فيها هي الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية اللي ما يمكنش لنا نتكلموا عليه. وهذه هي الأرضية اللي هي غادي نتكلموا عليها في الجولة الثانية اللي هي نهار 23. وخصكم تعرفوا أن نهار 23 راه هو الأسبوع المقبل، راه الأهم والأساس هو استمرار المعركة ديالنا النضالية واستمرار داكشي اللي خرجنا عليه من النهار الأول. أما إلا كان بعض المغرضين الهدف ديالهم هو التشتيت ديال هذه التنسيقية، فأي حوار؟ أش من حوار بقى، وأش من ضمانات بقات، وأشنا هو آخر اللي بقى؟ أنا مع التمديد في الإضراب، والإخوان الزملاء الشرفاء مع التمديد في الإضراب، لا ينكر هذا أحد، ولكن خصنا نستحضروا المسائل الذاتية والموضوعية ديال هذا الإضراب. واش هاد الآباء والأولياء غادي يبقاو معنا؟ واش المجتمع المدني غادي يبقى معنا؟ واش هاد الناس اللي داروا الوساطة غادي يبقاو معنا؟ واش ما غاديش يتألبوا ضدنا؟ واش ما غاديش أننا يوليو الناس ضدنا حنايا، ضد هاد الأساتذة؟ وكما قالوا علينا النهار الأول أن هاد التنسيقية الوطنية عندها أهداف سياسية. كنقول لكم بأن دول كتكون الحرب بين جوج الدول وكيديروا الهدنة من أجل المفاوضات، فواش حنايا وقفنا هاد المعركة؟ صافي وقفات.
نهار 23 الارضيه ديال الحوار غتكون حول الادماج في اسلاك الوظيفه العموميه، وهذا مطلب لا يمكن التنازل عنه ولا يمكن المساومه عنه، وما يمكنش شي واحد انه يشكك في النزاهه ديالنا، وانا اقولها بمراره. خليو الاشاعات اللي تنشرات علينا وترشحات على الشرفاء، هذاك الشيء خرجنا عليه النهار الاول والشارع يعرفنا، وحتى شي واحد ما يقول هذا خائن وهذا خائن وهذا خائن الا الا كانت عنده شي اهداف اخرى. الرفاق ديالنا كنعرفوهم مزيان. الا شتتنا هاد التنسيقيه هذه في نظركم، شتتنا هاد التنسيقيه، اذا هاد الشيء اللي بغاو بعض الجهات، فين غادي يبقى شي حوار؟ واش ما نضلناش من اجل الحوار؟ واش قلنا واش رجعنا للاقسام والحوار ما كانش؟ بل رجعنا مرفوعي الراس. ونهار 23 ابريل كاينه جوله اخرى من الحوار اللي غنتناقشوا فيها الادماج، و23 راه غادي تكون الاسبوع المقبل، ماشي شهرين ولا 3 شهور، و23 هي المرحله المصيريه لان غيكون فيها امتحانات جهويه وامتحانات ديال البكالوريا ومجموعه من الامتحانات. الا ما وافقوش لنا على الادماج ولا ما كانتش ارضيه حول الادماج، ماذا سيكون؟ غادي يكون اضراب والتمديد في الاضراب، وانا اقولها بعلو الصوت واش امانه للتاريخ، اقولها امانه للتاريخ، كنقولها لكم امانه للتاريخ، وحكموا عليا بالمحكمه الجماهيريه كما بغيتوا، ولكن غنقول لكم باش ما نكونوش حنايا كنقروا في بلاصتكم. الا نتوما بغيتوا تمديد الاضراب، فالمجلس الوطني ينصاع دائما وينضبط كما عادته الديمقراطيه انه ينضبط لقرارات الجماهير. فإلى الجماهير بغات تمديد في الاضراب، نقول لكم نحن مع التمديد وغنضبطوا القرارات ديالكم، وما يمكنش نخونوا المخرجات ديال القواعد وديال الاساتذه من خلال الجمعات المحليه ديالها. لكن غادي نتحملوا المسؤوليه التاريخيه ديال ان الى طردوا لنا الناس، الى الناس تعزلوهم، ماذا شنو غتكون المعركه ديالنا؟ من بعد ما جبنا الحوار بالنضالات ديالنا في الشارع، غادي تكون المعركه ديالنا ضد ارجاع المطرودين. واش انانيه منا انه كان ارجاع حسين بوغمان بدون قيد او شرط، والتجاوزات على كل المساطر اللي كانت ديال التضييق على الاساتذه؟ لذلك كنقول لكم باننا سننضبط الى قراراتكم والى ما ستقوله القواعد، وان كنتم مع تمديد الاضراب فنحن معه، لكن تحملوا مسؤوليتكم التاريخيه حتى لا تخونوا الشرفاء. ما تخونوناش، حنا فقط ما اشترى من عندنا حد، ما بعنا لحد، ما بغى حد يشري منا، غير باش نقولوا لكم نكونوا واضحين. والله العظيم اقول هذا الكلام بمراره، مني كنسمعوا ان الناس تخوننا وان الناس كتقول لك داروا. 23 ابريل غتكون الارضيه حول الادماج في اسلاك الوظيفه العموميه بدون قيد او شرط، وهذا اللي خرجنا عليه النهار الاول، وانا اقولها، وهذا اللايف غادي يوصل للجهات المعنيه وغادي يوصل للوزاره وغادي يوصل لكل شيء. حنا كنا دائما كنقول عندنا كنتحلاو بالروح الوطنيه والدفاع عن المدرسه العموميه. لذلك فمني شنا ان الوزاره جلسات واننا تكلمنا في الجوله الاولى، الاساتذه المتدربين كانت عندهم 7 الجولات. الجوله الاولى كانوا تكلموا معاهم على انه يتوظف نصف الفوج والفوج الاخر لا. الجوله الثانيه والجوله الثالثه والرابعه والخامسه والسادسه والسابعه. علاش حنايا ما خصناش نركبوا روسنا؟ خصنا نتميزوا بالفطنه والذكاء والحكمه. المعركه اليوم تقتضي من اي وقت مضى اننا ما نتفرقوش، واننا نبقوا لحمه واحده وجسد واحد. والله العظيم ثم بالله انا اقولها لكم وبشرفي، كنقول لكم هذا الكلام. انا ما كنتش في لجنه الحوار وما كنتش في لجنه الاعلام، ولكن تتبعت الامور من اولها الى اخرها. والله لن نخون، اقسم بالله العلي العظيم. نبعث مع اليهود والنصارى اذا كان شي واحد من هاد الشرفاء خان. الرفيقه مجدي مني سولت انها ما حضراتش في المجلس الاخير، ولكن يعني انها دارت اخطاء تنظيميه. احنا الغرض الاول والاخير كما قلت لكم انه الى خرجتوا بقرار التمديد والله لا ننضبط له اليوم نضبطوا قرار التمديد، اليوم نضبطوا له اليوم. انتم من تقررون، انتم اللي كتقرروا، ماشي احنا اللي كنقرروا. احنا ننضبط ملي قلنا الحوار حطينا واحد الارضيه، ها الارضيه اللي غنتكلموا فيها. كانت الجوله الاولى حول هذا، و23 راه الاسبوع المقبل. انا كنوعدكم الاسبوع المقبل غادي تبدا الجولات في الادماج في اسلاك الوظيفه العموميه، ولن نقبل باي مساومه غير هذا. وغادي نمشي واحد القضيه انا اوعدكم عليها، عهد الحر دين عليه، كما عاهدتموني بالرغم من الذي يخوننا ولا يخون. الاضراب المفتوح اللي ما يمكنش معاه الرجوع الا بالادماج في اسلاك الوظيفه العموميه، لكن عطونا فرصه.
خليوها التنظيم، اهم شيء هو يبقى التنظيم، اهم شيء هي تبقى التنسيقيه الوطنيه للاساتذه الذين فرض عليهم التعاقد. اي شرخ اي محاوله لكسر التنسيقيه في نظركم، الا مشات هذه التنسيقيه الوطنيه للاساتذه الذين فرض عليهم التعاقد، من سيرافع عن هذه الاساتذه؟ شكون اللي غادي يجيب لهم حقهم؟ ما غنوليوش محقورين. لذلك نديروا العقل. انا كنقول هذا دابا في اللايف اللي كيشوفوا العالم كامل وكيشوفوه المسؤولين وكيشوفوا وزير التربيه الوطنيه ويشوفوا اي واحد يشوفه الراي العام كامل. انا كنقول لكم ان هذه الوزاره الى ما مشاتش معنا في الجوله الثانيه في الارضيه اللي غنحطوها اللي هو الادماج في اسلاك الوظيفه العموميه دون قيد او شرط، خرجتها في البلاغ وسينشر هذا في بيان، وان هذا البيان يصاغ الان. خلينا من الهضره ديال الصحافه او من الناس اللي كتمشي تقول هذا الكلام هذا كلام مغرض. انا كنقول لكم ان هذه التنسيقيه هي اللي خصها تبقى، ونعاهدكم انه والله ثم بالله وتالله ان هاد الناس هادو شرفاء. انا كنقولها لكم، حاكموني جماهيريا، حاكموني حتى انه الا بغيتوا تقصوا مني والله العظيم لن اترى. حاكموني جماهيريا، خرجنا في الاول من اجل الادماج في اسلاك الوظيفه العموميه، والى هاد الناس ديال الوزاره ما التزموش معنا اقسم لكم بالله العلي العظيم اننا نمشيو للاضراب المفتوح. نحن راه مع الاساتذه ومع قراراتهم، وانا كنقول لكم مجددا واعيدها للمره الثانيه، الا بغيتوا القرار ديال غدا نمشيو في التمديد نمشيو فيه، لكن هنا غنكونوا برأنا الذمه ديالنا وتحمل الجماهير الاساتذيه الاستاذيه هذه المسؤوليه هذه، ولكن سننضبط لها. لذلك رجاء والله العظيم لن اخون ولن اخون. راه ما عمرني نخون عباد الله. راه انا كنقولها دابا، راه هذا اللايف يوصل لوزير التربيه الوطنيه والله العظيم وما يكون الادماج في اسلاك الوظيفه العموميه حتى نقاطعوا جميع الامتحانات ونديروه اضراب مفتوح ونديروا كل شيء. لكن خصنا جولات. راه قلت لكم الحرب كتكون بين جوج البلدان وكيديروا الهدنه. راه ما يمكنش لينا اننا نمشيو في واحد المساله راه غادي نوليو ضدنا. راه شكون اللي دار المبادره؟ المجلس الوطني لحقوق الانسان، باش غدا ولا بعد غدا الا طردوا 1000 واحد ولا 2000 واحد ولا 3000 واحد مشات بحالها غيقول لك المجلس الوطني ديال حقوق الانسان هاد الناس اللي ما التزموش. حنا بغينا الحوار وبغينا كذا ومشينا معاهم في جولات، وهاد الناس ما بغاوش. اذا كي غادي يولي الجهد، وحتى ملي يقولوا هاد الناس ما غلبوش مصلحه التلاميذ وهاد الناس انانيين وكيهمهم نفوسهم، رجاء خليو التنسيقيه الوطنيه تستمر. رجاء راه حنا اللي راه كنتم من المؤسسين، راه انا من المؤسسين ديالها. راه لا يمكن ان نخون. خليو الهضره ديال فرنسا مشى، انا راه مازال ما عنديش الدكتوراه عباد الله. خليو الهضره ديال مشى فرنسا يدير، مشى هذا يدير، مشى هذا يدير، مشى هذا يدير. هذه راه الذباب الالكتروني اللي كنتو نتوما كتحاربوه، عطيتوه اليوم الشرعيه. اليوم عطيتوه الشرعيه باش انه اش يدير، عطيتوه الشرعيه باش انه يدير فينا اللي بغا. الا مشات التنسيقيه الوطنيه للاساتذه الذين فرض عليهم التعاقد، الا مشات هذه التنسيقيه الوطنيه للاساتذه الذين، من سيرافع عنا؟ انا وانت والاستاذ الاخر، شكون اللي غيرافع علينا؟ شكون اللي غادي يدوي علينا؟ اذا مشات اذا انقسمات على جوج، هادو كيقولوا الشرق وهادو كيقولوا الغرب. رجاء خلنا نبقوا كتله. لنفرض جدلا اننا اخطانا، فالخطا يصوب، ولكن المعركه تستمر المعركه. راه ملي جات 14 نقطه اللي جا معها مشى الملحق تخلصوا 2016 مجموعه من المسائل. سي ربيع غادي تسكت لان الناس كيسولوا هنايا كيقول لك شكون اللي كيدوي معاك. صافي، شكون اللي انت كتشوف فيا كيقول لك شكون اللي كيدوي معاك. اللي كيدوي معايا، لا اللي كيدوي معايا هو اللي كيصورني. هو اللي كيدوي معايا هو الاستاذ نور الدين العثماني، هو اللي كيصورني. انا اللي كنصورو وانا اللي تنعت بالخيانه. وزيد وتحيه للجميع. وها اللي معانا زيد استاذ ناس عامدون، ها اللي معانا. والله العظيم لن نخون، اقسم لكم برب الكعبه. اللي بغيتوا وإلا قررت الجماهير النزول للشارع من الان، ديروا بيان دابا الان في الرباط للنزول الى الشارع الان، ونديروا اعتصام الان. الجماهير قرروا معنا ونديروا اعتصام، اننا ننزلوا الان، ولكن الكل يتحمل مسؤوليته من الموقع ديالو. وتحيه نضاليه للجميع، الكل يتحمل مسؤوليته من الموقع ديالو. حنا ما كنبيعوش القضيه، وحنا خدمه للقضيه، وخرجنا منين كنا بحدنا وكندافعوا على القضيه. منين خرجنا ب 14 واحد في الدار البيضاء، ومنين خرجنا ب 34 واحد في المجلس الوطني ككل،
ونزلنا تنسيقيه وما كناش خايفين وما عمرنا غادي نخافوا وغادي نصمدوا. هذه قراءتنا، الا بانت لكم خاطئه بدلونا، جلدونا، قتلونا، ولكن هذه هي القراءه ديالنا. وتحيه واستمر الاستاذ ربيع. لمن يسأل عن السفر ديالي، السفر ديالي كان لي ظروف شخصيه، كانت عندي ظروف شخصيه. واش الانسان اللي قال لك باش يناقش الدكتوره تما وسهلت له جهات عليا تنقول السفر ديالي كان من اجل العلاج. عباد الله ما كاين فيه لا دكتوره على يديك، وكانت اسبوع وما عمرني كنت نتغيب على شي محطه نضاليه، كانت في نفس الوقت زياره ومن اجل العلاج. واش عباد الله ما نمشيش نتعالج؟ واقسم لكم بالله ثقوا فينا وشدوا فينا الثقه. حنا خرجنا في الدار البيضاء، نهار خرجنا 14 استاذ وحنا اللي اسسنا. لذلك كنقول ان المضايقات اللي تعرضنا لها وما زلنا في الشارع ونحن ننضبط القرارات ديال القواعد. الا قلت لكم دابا الا بغيتوا تمديد الاضراب والله تنصدروا بيان دابا في تمديد الاضراب، ولكن تحملوا المسؤوليه ديالكم. قال لك الناس عندك انتماءات نقابيه. والله العظيم انا الا جبتوا لي انتماء نقابي واحد جبتوا لي انتماء نقابي واحد، والله العظيم بالله ثم تالله وبالله وجدتوا لي بانني كنتمي نقابه معينه او حزب معين او انني كنتمي حزبيا او نقابيا، انا مستعد للمحاكمه الجماهيريه. اعطيني داكشي اللي كيقولوا تما، عطيني لي نجاوب عليه. كل شيء كيقول الاغلبيه كيقول تمديد الصمود. اذا بغيتوا التمديد نحن ننضبط اليه، غادي نمدوا، لكن تحملوا المسؤوليه التاريخيه ديال هذا التمديد وتحملوا المسؤوليه ديالو، ونحن معكم في التمديد. ولكن نعاود نكرر ان 23 راه ما بعيداش، راه الاسبوع المقبل وغنتكلموا فيها على الادماج، وجاتنا فرصه ذهبيه. هذه الفرصه اللي كنا ناضلنا من اجلها، وماشي دخلنا قبل الحوار. لو كان دخلنا قبل الحوار هذه هي الخيانه، لكن بعد ما جاء الحوار نحن لا ندافع على وزاره ولا على الوزير ولا كذا، ولكن بالتالي الا بغيتوا نتوما الاساتذه اللي كترجع لكم الكلمه، الا بغيتوا التمديد فنحن معكم. ولكن واحد الاستاذ كيسول كيقول لك كيفاش تحملوا المسؤوليه؟ تحمل المسؤوليه ديالك لان ما خليتوناش نضبطوا المسائل ونديروا لها الدراسه ديالها الموضوعيه والذاتيه. غدا ولا بعد غدا الا زدنا هذا التمديد وتم طرد مجموعه من الاساتذه، فين غتولي المعركه ديالنا؟ غتولي المعركه من اجل الاطراد، من اجل ارجاع المطرود، او تولي المعركه من اجل الادماج؟ حنا بغينا المعركه ديالنا من اجل الادماج في اسلاك الوظيفه العموميه، وكنقولوا ان 23 بقى لي اسبوع. راه الا ما بداروش معانا شي مساله في الادماج في اسلاك الوظيفه العموميه نعلن عن اضراب مفتوح وشل المرفق العمومي وتوصل لهم من خلال هذا اللايف، وانا اقولها واتعهد بها. واحد الاستاذ كيقول لك التمديد، الاستاذ يوسف كيقول لك التمديد لمده 48 ساعه الى حين عقد الجموع العامه لتوحيد الرؤيه. مرحبا مرحبا مرحبا. نديروا 48 ساعه. شوف حنا معاكم، راه غير حاجه وحده، انا اقسم لكم بالله انه ما كاين حتى شي خائن. راه اللي كاين هو كاين شرخ. علاش؟ واش حنا كاينه مسائل شخصيه. راه انا ما كنتش في لجنه الحوار، باش بلا ما يقول لي شي واحد خنتي ولا درتي ولا جاي كتهضر. انا ما كنت في لجنه الحوار، ما كنت في لجنه الاعلام، لا انتمي نقابيا لا انتمي حزبيا، ما كنعرف حتى شي نقابه او شي حزب سياسي. ربيع القرعي كما عرفتوه النهار الاول، كما خرج للشارع النهار الاول، كما معكم اليوم، كما معكم غدا، كما معكم الى الرمق الاخير. لكن خصنا نحافظوا على التنسيقيه الوطنيه، هذا هو اللي كاين. جات القرارات من عندكم بالتمديد فمرحبا بها. كيفاش غتحملوا المسؤوليه ديالكم؟ لان حنا من خلال ما نقلوه ليا الزملاء، ومن خلال ما شفت المرصد الوطني، ومن خلال ما تواصلت مع النقابات، بان لي بان 23 راه ما بعيده السيمانه الجايه، ما داروا معنا والو، نديروا مفتوح، وهي غتكون في الامتحانات وغتكون في وضعيه يعني محرجه جدا. لكن حتى حنا من جهتنا نبينوا باننا اياه سيدي راه جبنا مكتسبات في هذه الجوله الاولى، راه جولات، راه جبنا المكتسبات. الجوله الاولى راه جبنا فيها ارجاع المطلوبين، جبنا فيها يمشي التاهيل المهني ماشي دابا، جبنا فيها كذا. والجوله الثانيه توضع الارضيه، وهذا الشيء اللي الزملاء في لجنه الحوار، هذا الشيء الارضيه اللي شفناها اللي تناقشوا فيها، ان هذه الارضيه غتكون حول الادماج في اسلاك الوظيفه العموميه، ونكونوا موظفين ديال وزاره التربيه الوطنيه بدون قيد او شرط، وما غاديش نتساوموا على هذه المساله كما خرجنا عليها النهار الاول. واحد السؤال من عبد الخالق بن ربيعه، المنسق السابق ديال مديريه سيدي بن نور، كيقول لا يمكن ان نقبل بخفي حني عودتنا تساوي نهايه المعركه. يراهنون على ما تبقى من شهر ابريل وشهر ماي
لتجنيب السنة البيضاء، لتجنب السنة البيضاء. نقول لك بأن 23 أبريل هي الأسبوع المقبل، باقي حتى الامتحانات باقا حتى لشهر 6 وشهر 5. الأسبوع المقبل يلاه 23 أبريل، يعني الأسبوع المقبل راه السيمانة ها 23 أبريل، ماشي حنا مشينا 6 شهور ولا 4 شهور. لو كان مشينا 3 شهور ولا 4 شهور ولا مشينا العطلة الصيفية هنا فين غيكون المشكل، لكن حنا في 23 أبريل السيمانة المقبلة الأسبوع المقبل غنشوفوا عاوتاني إلى ماذا سيولي الحوار، وغادي نطالبوا بحضور الوزير، وإلا ما حضرش الوزير ما غنقبلوش هذا الحوار ونستمروا. قلت لكم انا نمشي معكم الاضراب المفتوح، ماشي رجعنا بخفي حنين السي بالربيعه. خفي حنين الا رجعنا اننا قال لك صافي هنا انتهى الحوار ورجعنا لكم المطرودين وصافي وانتهت الجولات، راه باقا جولات اخرى. راه الجوله ديال 23 قلنا هي فين غن راه اصعب شيء هو الامتحان. كاين هنا سؤال بالنسبه لمساله الترك، بالنسبه للمسطره ترك الوظيفه، ما مصيرها في ظل تعليق الاضراب؟ اولا مصير المسطره ديال ترك الوظيفه هذه تكلموا فيها لجنه الحوار مع الوزاره اللي تنسفات نهائيا، يعني مشات. هنا كاين واحد المساله مزيانه، شنو هي انك غتعاود ازيد. شنو هي ازيد؟ هي انك تعاود معاهم المساله ديال 60 يوم و40 يوم و50 يوم وكذا. علاش؟ لان كل هذيك الاجراءات اللي دارت من قبل في حق الاساتذه وهذيك الاشعارات وهذاك الشيء كلها مشات، وهذا في بلاغ ديالهم، هذا في البلاغ ديال الوزاره وفي البيان اللي اكدنا فيه هذا الشيء. وجايه 23 من اجل الحوار على ارضيه الادماج في اسلاك الوظيفه العموميه. غير باش تعرفوا واحد القضيه، والله لن نتنازل عن ادماجنا في اسلاك الوظيفه العموميه، والله سنعلنها اضرابا مفتوحا. واحد معطى من الاستاذه نزهه مجدي، موثقه جهه سوس ماسه، كتقول: ومددوا اقدم استقالتي من تنظيم واعتذر لكم وفاء للجماهير. حل التحدي. الرفيقة مجدي، عرفناك مناضلة ولا يشك أحد في نضالاتك، لكن أنا ربيع القرعي كتعرفيني مزيان، وانت كتعرفيني حق المعرفة أكثر من أي شخص، وكتعرفي شنو كيجمعنا. اللي كيجمعنا هو النضال، وهو حب الجماهير، وهو حب الأساتذة. وانت كنتي أول المناضلين في الصفوف ديالي، وكنتي أول المؤسسين معايا، وانت الرفيقة مجدي كتعرفي هذا. لكن أنا كنعذرك، ربما خطأتي، وكما كنقولوا أن التنسيقية أمنا دائما تقبل العاق والبار. رجعي لنا أمجدي وريحي معنا، وحنا كنعرفوك مناضلة وعندك غيرة، عندك غيرة على الجماهير وعندك غيرة على التنسيقية كما أنا. كنت كتعرفيني مزيان أختي مجدي، كتعرفيني أنني ملي خرجت هذا الكلام محروق في قلبي، وانت كتعرفي هذا أكثر من أي شخص في التنسيقية، وكتعرفيني حق المعرفة، وكتعرفي أنني لن أساوم بالدينار وال100 مليون وال700 مليار، لن أساوم. أنت كتعرفيني مزيان، لذلك كنقول لك الرفيقة مجدي رجاء أهم شيء هو أن هذا التنظيم يستمر، لأن إلا مشى هذا التنظيم مشات جميع المطالب ومشى الحوار ومشى كل شيء، وغادي يحقرونا الرفيقة مجدي. سؤال كيطلب الأستاذ رشيد أنني نوصل لك: هل تضمن رجوع الأساتذة بعد دخولهم؟ أضمن هذا. عرفتي علاش كنضمنوا رجوع الاساتذه؟ كنضمنوا الرجوع ديال الاساتذه لانه متعلق بالحوار. اسيدي الى هاد الناس ما داروا معنا والو، الى ما علناش على الاضراب المفتوح حاكموني جماهيريا اقولها بعلو الصوت. اضمن الرجوع ديالهم لساحه المعركه، لان المعركه ديالنا مستمره. من قال بان واش حنا سالينا صافي سالينا التنسيقيه، مشات التنسيقيات، حلت التنسيقيه، سالينا بمجرد جلسه وحده اللي يلاه حطينا فيها النقاط الاساسيه. وفي 23 سيمانه اسبوع عباد الله، خليو هذا الاسبوع 23 غادي تعطينا رؤيه اخرى. الرفيقه والرفاق اللي نشقوا رجاء عوده ميمونه الى تنسيقيتكم، نحافظوا. انا راه ما كيهمنيش الاشخاص وما كيهمني حتى شي حاجه، اللي كيهمني انا نمشي بحالاتي، انا واش دابا ملي راجع بحال هكا انا الدم ديالي غادي يفور، راجع بان شنو غادي تعطيني، شنو غتعطيني اللي بغى يعطيني شي حاجه. من انا اتحدى الوزير هنا، وزير التربيه الوطنيه، كنقول لك في هذا اللايف هذا راه والله ما كان ادماج الاساتذه الذين فرض عليهم التعاقد، ومشينا في المساله ديال ادماجهم في اسلاك الوظيفه العموميه. اوجه رساله قويه للوزير هنا كما كنت كتوجه لي في جميع المنابر الاعلاميه، وساعود الى لجنه الاعلام وساوضح هذا، وساكون في لجنه الحوار. اليوم ساكون في اللجان كلها، وكنقول للوزير من هذا المنبر واتحمل مسؤوليتي فيما اقول، كنقول للوزير انه لا سبيل عن ادماج الاساتذه في اسلاك الوظيفه العموميه بدون قيد او شرط، وانه
من 23 الى ما كانش الحوار على هذه الارضيه هذه فسيكون الاضراب مفتوح وسيكون شل المرفق العمومي. سؤال: ما هي الضمانات التي اعطتها الوزاره للجنه الحوار والتي تجعلنا واثقين مما عاهدوا عليه يوم 23 ابريل؟ اولا الضمانات اللي تعطت لجنه الحوار اننا طالبنا منهم انه ينزل بلاغ، وان لجنه الحوار وجود المجلس الوطني لحقوق الانسان، ووجود المرصد الوطني لمنظومه التربيه والتعليم، ووجود الهيئات النقابيه كلها، ووجود لجنه الحوار معهم، وخرجوا ببلاغ ان في هذاك البلاغ اللي تحت كاينه 23 ابريل الجوله الثانيه من الحوار. الا ما كانش هذه الجوله الثانيه من الحوار نهار 23 ابريل فالمعركه مستمره، ولكن الاساس كنقولها ونعاودها هي يبقى عندنا تنظيم، تبقى عندنا التنسيقيه الوطنيه، ونلتزموا كلنا البيانات ديال التنسيقيه الوطنيه، ونلتزموا المخرجات ديال التنسيقيه الوطنيه. هذه التنسيقيه تبنات بالدماء ديالنا والجماهير والاساتذه. شوف اين هي ان ترجع مطعطع الراس؟ امتى ترجع مطعطع الراس؟ ترجع مطعطع الراس الى ما دار لا حوار لا والو رجعتي، ولكن انت راجع مرفوع الراس. وراه كما قلنا راه الهدنه راه 23 راه بقات لها سيمانه، راه الا ما تكلمناش على الارضيه راه كما كنقول لكم نعاود لكم رساله اوجهها الى الوزير، واوجهها الى مسؤولي التربيه الوطنيه، واوجهها الى الحكومه، واوجهها الى اعلى جهات في هذه الدوله هذه. كنقول لكم انه الادماج في اسلاك الوظيفه العموميه هو مطلب اساسي لا يمكن التنازل عنه، وبدون قيد او شرط، وبدون مساومات عن اي شيء اخر. تمديد اليوم الاثنين لعقد جمعات عامه تقرر فيها الجماهير هذه دوينا عليها. شكون يضمن لنا اننا نرجعوا ويطبقوا علينا مسطره ديال ترك الوظيفه؟ هذا قلنا اخذنا ضمانات من عند الوزاره، وان شي واحد يطبقوا عليه المسطره ديال ترك الوظيفه العموميه سنخرج كلنا الى الشارع وغادي نعنوا على الاضراب المفتوح والاعتصام. هذه ضمانه غادي نعطيها لكم انا، وقلت لكم دائما حاكموني جماهيريا. راه حتى شي استاذ ما غادي يتقاس، حتى شي استاذ ما غادي. هذا هو ما كان في المخرجات ديال الجوله الاولى للحوار. سؤال اخر: مد دور إضراب. أنا تلفت في كل ثانية تغيير قرار، وبعد كلام أستاذ ربيع يتضح أن قرار التنسيقية صائب والله أعلم. انشقاقات داخل التنسيقية. هذا الانشقاق ما كنبغيوش. هذا الانشقاق هو هذه سياسة كديرها بعض الجهات معينة. علاش نتوما ما تقولوش؟ بالرغم من انني لا اخون احد، انا من طبيعتي انني لا اخون احد وما يمكنش نخونوا شي واحد. علاش نقولوا بان من ارادوا الانشقاق هما المسخرين لهذه العمليه هذه؟ قال لك اين توجد الضمانات المتعلقه بترك الوظيفه؟ لا توجد في البيان. انا قريت البيان مزيان، غادي نعطيك اشاره. لا توجد الضمانات هي وقف جميع المساطر الاداريه والقانونيه، راها كاينه في البلاغ ديال الوزاره. البلاغ ديال وزاره التربيه الوطنيه كاين وقف، وانا اتعهد بهذا امامكم، انا اتعهد به. حتى المحاورين ديال الوزاره تعهدوا، حتى المحاورين ديال الوزاره من يوصلني من عند المرصد الوطني ومن يوصلني انهم تعهدوا بهذا الكلام، وحنا كنعطيكم جميع الضمانات. حاجه واحده غير ثقوا فينا لله، راه هذا الله، هذا الله والله العظيم. انا اهم شيء هو يبقى التنظيم. اما الا كان انتم خرجتوا بالتمديد فنحن ننضبط لقرارات الاساتذه، وبالتالي اخر سؤال السي ربيع: ارجو الاتصال هاتفيا الآن بكل المنسقين المنشقين والالتقاء بهم اليوم والاتفاق حفاظا على وحدة التنظيم. توضحنا في لايف اليوم: وحدتنا أمانة في عنقكم سي ربيع. هذه خطيرة سي ربيع. وقلت لكم اقسم لكم بالله بلاتي السي نور الدين، اقسم لكم بالله ان امانة الاساتذة في عنقي امام التاريخ. اقسم لكم بالله، أقسم لكم بما تؤمنون به وما أؤمن به، وأقسم لكم بشرفي وكل أنواع القسم بالله وتالله والله العظيم. إلى هذه المسؤولية أمانة في عنقي ولن أخون، وما كايناش الخيانة. أقسم لكم بالله العلي العظيم إلى هاد الناس ما نعسوش وما نعسناش ليلة نهار، وما بغيناش أنها تنضي. في نظركم إلا مشات لنا التنسيقية من سيتمم الحوار؟ من سيدافع عنا؟ من سيرافع عنا؟ واش ما عقلتوش كيفاش كنا النهار الأول؟ كيفاش كان المدير كيتحكم فينا؟ راه كنقولها من هذا المنبر واعيد واقولها: الوزير يتحمل مسؤوليته، والحكومه تتحمل مسؤوليتها، والدوله بكل هياكلها، ولا يمكن ان نبيع قضيتنا ولو بالملايير. والى ما كانش الادماج في اسلاك الوظيفه العموميه والله ثم بالله الله لا نعلنها سنه بيضاء ولا نعلنه تمرد. صافي، وما تخليوناش اكثر من هذا الشيء والله.
انا ثقوا بنا وهذا عهد الله، هذا عهد الله معكم. لنا غير انا ما يهمني هو يبقى التنظيم. انا نمشي بحالي، كل شيء يمشي بحاله، اجيو منسقين اخرين، اجيو ناس اخرين، غير اهم شيء تبقى التنسيقيه ديالنا، لان هي اللي استمدينا منها القوه. واش من 4 مارس 2018 واش يلاه جاتنا الخيانه اليوم؟ واش تجا الحوار عاد جاتنا الخيانه؟ سؤال: لماذا لم تطلبوا تقريب تاريخ الجولة الثانية من الحوار مع استمرار الإضراب؟ هذه غنجاوب عليها. لماذا؟ للأمانة وللتاريخ الأساتذة ديال لجنة الحوار هما اللي فرضوا يوم الثلاثاء 23 أبريل. لماذا؟ باش يحضر الوزير، وأكدوا على هذه النقطة هذه، لأن الوزارة فتحات لهم المجال، وباش بصراحة باش يتوجد الملف القانوني للترافع على الملف، شكونوا واضحين، لأن الملف مازال ما واجدش، ما غنكذبوش على الأساتذة. المهم غادي، لأن عيت بزاف والصراحة القلب ديالي وجعني والله العظيم. أنا أوجه نداء ورجاء لجميع الأساتذة التحلي بالرزانة، وخصوصا هذه المرحلة، وأنكم ديروا في بالكم أن التنظيم وأن التنسيقية أمنا ولا يمكن التخلي عنها ولا يمكن. سؤال أخير السي ربيع، بعض المديريات كيقولوا بأن خرجت بيانات ديال تمديد ديال يومين. كنقولوا رجاء غادي نمشيو مع هذه المديريات باش ما نكونوش اننا كنخالفوا قرارات ديما القواعد والاساتذه في هذه المسائل. غادي نمشيو بهذا التمديد ديال اليومين، بغيتوا التمديد ديال اليومين انتم كطلبوه بغيتوه غادي نمشيو فيه. لكن راه اللي قال بان 23 بعيده، 23 راه السيمانه الجايه، راه 23 في اوج الامتحانات، راه باش توقف لهم الامتحانات والاساتذه ما يدخلوش، هذا راه طامه كبرى. لذلك انا من هذا المنبر هذا كنوجه السيد الوزير الى مزيدا من الرزانه، وانه يكون في الحوار ديال 23، واننا نفاتحوا على الارضيه ديال الادماج في اسلاك الوظيفه العموميه التي لا يمكن ان نناقش في غيرها. ثم مساله اخرى واخيره اقولها لكم للامانه، والله العظيم والله ما نخونوا بالله، والله ما نخونوا بالله. تحية سي ربيع. كاين سؤال اخير راك جاوبت عليه: ما العمل في حالة لجوء الوزارة الى سياسة التسويف وتمديد الجولات الحوار حتى نهاية السنة؟ الجواب راه كان واضح في البيان، هو اضراب نهار 25، نهار 25، نهار 23 الحوار، نهار 25 غيكون اضراب من اجل المناقشه المستفيضه. ولا بان لينا بان كاين تسويف وبان لينا بان ما كاينش، والله العظيم تنخرجوا في المفتوح قسما بالله. تحية نضالية لجميع الأستاذات والأساتذة. كان هذا لقاء مباشر مع الأستاذ ربيع القرعي، منسق جهة الدار البيضاء سطات التصوير. كلمة أخيرا، رجاءنا الأساتذة، انتم المدد ديالنا وانتم الطاقة ديالنا، خلونا نستمروا، والله العظيم لن نخون، أقسم بالله. وتحياتي لك. تحية السي ربيع. غير بغيت نقول واحد العملية، حتى الناس اللي بان لهم بان شي شخص خان ولا شي شخص ما مثلهمش احسن تمثيل من داخل المجلس الوطني، ما عليهم الا عقد جمعات عامة وتغيير المنسق، باش ما نطولوش في الهضره. تغيير المنسق، تا ربيع القرعي يمشي بحالته، ديما كيوقفش على الاشخاص. ما بغيناش اشخاص، ما بغيناش نبنيو الطواغيت ديالنا بيدينا، بغينا تنظيم صلب، الهيكله هي كاينه. ما غادي يخصنا التنسيقيه الوطنيه مع الاشخاص، مع كل شيء الاشخاص اللي عيا يمشي بحاله، اللي ما قدرش يواكب يمشي بحاله، اللي ما بغاتوش الجماهير تمشي بحاله، اللي حتى شكوا فيه بان خائن يمشي بحالته. ولكن عاهدناكم ونعاهد الله وعاهدنا الامهات واقسمنا ان لا نخون وان نستمر في المعركه. ورساله مفتوحه الى الرفاق في جميع ربوع الوطن. انتم كتعرفوني وكتعرفوا يعني الثقه ديالكم فيا، وكتعرفوا ان كل ما قال فيه مجرد اشاعات. دعوه الى الرفاق والى المنسقين الشرفاء داخل التنسيقيه الوطنيه كما عهدناكم، وكما ادينا القسم على ذلك اليوم الاول وميثاق الشرف اللي كان بيناتنا. رجاء خليوا هذا التنظيم يمشي، وشكرا لكم. تحيه.